جون مسك طائر فينيكس النار علشان يقدمه هدية للملك، لكن الحمار قال له إن الفينيكس هيموت قريب بعد ما اتسلبت حريته، خصوصاً وهو شايف إن بريق فينيكس النار بيختفي واحدة واحدة. جون حس بحزن شوية، ففك السلاسل من على الفينيكس. فينيكس النار لما رجعت له حريته بص لجون بنظرة شكر، بعد كده فتح جناحاته وتحول لكرة نار وطار في السماء، وقبل ما يمشي ساب لجون ريشة مولعة بالنار علشان يشكره. في اللحظة دي جون ما كانش يعرف إن الريشة دي هتنقذ حياته بعد كده، وبما إن جون ما قدرش يجيب فينيكس النار للملك، الملك ربطه على منصة الإعدام. جون حاول يطلع الريشة المولعة علشان يثبت اللي حصله، لكن في اللحظة دي كانت الريشة فقدت بريقها. كل اللي موجودين ابتدوا يسخروا منه، والملك كمان افتكر إن جون خدعه، فأمر بتنفيذ الإعدام فوراً. وفي اللحظة الحرجة دي الريشة فجأة ولعت من جديد. اتضح إن فينيكس النار حس إن جون في خطر وجي فوراً، ولما نزل على منارة القرية نور النار الدافي أنار القرية كلها. ساعتها الكل صدق إن جون فعلاً روض فينيكس النار، ورغم إن الملك ما كانش طايقه اضطر يكرم جون قدام الناس كبطل، لكن في قلبه الملك كان بيكرهه كره شديد. وعشان كده تاني يوم كلف جون بمهمة مستحيلة، الذهاب لقمة الجبل المتلج علشان يوقظ أميرة الجليد ويرجعها علشان يتجوزها. الملك كان فاكر إن جون هيموت في الرحلة الخطيرة دي، لكن جون وصل فعلاً لقصر الجليد، وبمساعدة ريشة النار قدر يوقظ أميرة الجليد. لكن أول ما الأميرة عرفت إنها لازم تتجوز ملك عجوز غضبت جداً وجريت ناحية حافة الهاوية